يا مساء العسل على الناس العسل. النهارده بقى هنكمل فيديو التفريزات. هنفرز بقى النهارده اللحمه. كده معانا من كيلو ونص لحمه، ان شاء الله هنعمل حاجات حلوه كتير. المره اللي فاتت عملنا الفراخ، اللي ما شافهاش يرجع كده ويشوفها. ان شاء الله تفريزات اقتصاديه وسهله وهتعجبكم. يلا نقول بقى بسم الله ونبتدي. اول حاجه كده معايا كيلو الا ربع لحمه مفرومه، وشين. تمام، قولي للجزار يفرمها وشين. ومعايا هنا بقى كوبايتين البرغل اللي قلت لكم عليهم المره اللي فاتت. غسلتهم كويس جدا جدا وصفيتهم، انا ما نقعتهمش. حطيتهم كده على اللحمه، وهبدا بقى اجيب 3 4 بصلات حلوين كده كبار. وهحط عليهم كمان قرنين فلفل. هنزودها اهو كده بالايه، بالبرغل وبالبصل والفلفل، وهنحط كمان كزبره خضراء. كل ده طبعا كنا مجهزينه الفيديو اللي فات، وقلت لكم حضروا معايا كده برغل وحضروا معايا فول صويا، علشان هنعمل حاجات حلوه كتيره. دي كده اول حاجه هنضاعف كميه اللحمه ديت، وهنعمل منها وصفات كويسه جدا ان شاء الله تعجبكم. لازم نعمل كده، اليومين يومين صعب. وكمان البرغل حاجه كويسه، مش صحيه يعني، ومش هيبان معانا. هدعك بقى كده كله في بعضه، فرمتهم فرمه حلوه كده في الكبه، وهبدا ادعكهم كويس جدا جدا. تقدري بقى انت تعملي الخطوه ديت. آه، عندك جزار، تاخدي البرغل والبصل والحاجات والفلفل ويفرمها لك على اللحمه. وتقدري كمان تنعمي كله في الكبه بتاعتك لو الكبه بتاعتك كبيره. انا الكبه بتاعتي صغيره، ما قدرتش طبعا افرم اللحمه وكده فيها. هنا بقى حطيت حوالي ربع كوبايه ميه كده، طريت بيهم كل اللحمه والخضار. وفضلت ادعك لحد الخيوط كده بانت معايا بتاعت اللحمه. وخلاص على كده، وهبدأ بقى ادخلها التلاجة تستريح شوية لحد ما نشوف هنعمل ايه. شايفين اللهم بارك الكمية. هنا بقى معايا كده كمية برضو من البصل. ومعايا كيلو الا ربع لحمة مفرومة. مفرومة وش واحد. تمام كده، يبقى بتاعت الكفتة مفرومة وشين، وبتاعت اللي هنعصجها مفرومة وش واحد. بس كده. هنا بقى هحط شوية من الزيت ومكعبين 3 كده من الزبدة، مش كبار. وبعدين هنزل بكمية البصل. يعني مثلا نص كيلو لحمة مفرومة حطي نص كيلو بصل. كيلو الا ربع لحمة مفرومة حطي كيلو الا ربع بصل. على فكرة البصل الكتير بيسكر اللحمة المفرومة، بيخليها حلوة قوي. ماشي يا قلب اختك. المهم، انا هنا بقى بعد ما شوحته كده وخد لون، طبعا كوبايتين البرغل الكوبايتين الفول الصويا اللي انا قلت لكم عليهم، اغسليهم كويس جدا جدا جدا. وكمان صفيهم ونقعيهم بقى في ميه نظيفه كده حوالي ربع ساعه. هاجي هنا اعصرهم كويس جدا، وانزل عليهم زي ما انت شايفه كده على البصل. وبعدين هشوحهم كلهم مع بعض. طب يا اميره، ليه بتحطي فول صويا على البصل؟ علشان انا عايزه ازود الكميه. عايزه اقول لك على حاجه بقى. كل المصنعات اللي احنا بنشتريها من الشارع، اذا كانت برجر ولا كفته جاهزه ولا اي حاجه من الحاجات ديت، هي عباره عن فول صويا. وتاني حاجه، اللي انا جبتها اللحمه المفرومه اللي جبتها معاك في مشتريات من العصيمي، حرفيا وانا بعصجها، لا بجد بجد بقى، بدون ذكر بقى اسماء الشركه بتاعتها، انا كنت بعصج فول صويا. ريحته باينه جدا، مش حلوه خالص. مكشش، لونه ابيض فاتح. لا بجد مش حلوه. طب ليه احنا ما نعملهاش بكميه كويسه ومتوازنه، وفي نفس الوقت غاسلينه كويس جدا جدا جدا، ومضيعين كل حاجه فيه وريحته وكل حاجه، بجد والله العظيم ملهوش ريحه خالص خالص. ومش هيبان خالص، وهتشوفي دلوقتي. حبيت انا بقى طعمه كده بملح وفلفل وملح وبابريكا وشوية 7 بهارات وشوية قرفة، وهطعم كده كله مع بعضه وهقلبه برضو. شايفين المنظر ده؟ منظر الفول الصويا مع البصل اكنها لحمة مفرومة بالظبط. حرفيا حرفيا والله ما بنشي. انا بعمل لكم بما يرضي الله الحاجة اللي بعملها في بيتي. انا قلت ليه ما اعملش كده، وليه انا ما زودش، مع اني انا هنا بقى حاطه لحمه وحاطه كميه حلوه، حاطه كيلو الا ربع على كوبايتين فول صويا بس. لكن بره هم حرفين بيبقوا لمين لك البواقي بتاعت اللحمه مش لحمه، ومزودين لك فول صويا بطريقه غريبه يعني. المهم حطيت هنا رشه تاني من الفلفل، وحطيت شويه سكر. وانا متاسفه جدا على اصوات الصواريخ اللي انتوا سامعينها ديت. كل سنه وانتوا طيبين. انا
انا ليل ونهار بقى، فعايزه اسجل فمش هينفع. حطيت هنا رشه كمان من الزنجبيل، وظبطت الملح بتاعي، وحطيت مكعب ماجي، وحطيت كمان طبعا زي ما قلت لكم القرفه والبصل القرفه والبابريكا والسبع بهارات وهنا رشه من جوز الطيب حلوه جدا، ورشه السكر بتوديها في حته تانية. تمام كده. هنا بقى بعد ما ريحت الكفته في التلاجة، هبدأ بقى احط عليها كل التوابل بتاعتها. آه حطيت بابريكا، حطيت كمان سبع بهارات، حطيت رشة من القرفة، وحطيت كمان سبع بهارات من اللي احنا عاملينها في البيت، وهحط كمان بيكنج باودر، حوالي كيس بيكنج باودر كده، وهحط كمان ملح، وهظبط بقى الملح بتاعي. ومعايا كمان خلطة من بتاعة الكفتة، حطيتها بس مش كفتة شوي، هي خلطة كفتة كده جايباها من الهايبر، بس مش مكتوب عليها كفتة شوي. فدي برضه هتديني طعم حلو قوي قوي للكفتة، ريحتها وطعمها حلو قوي. واظبطي بقى ملحك ودنيتك، وقلبي بقى كل ده تقليبه حلوه كده. طيب انا اللحمه بتاعتي الجزار قطعها لي حمرا خالص، فقلت احط كده معلقه سمنه بلدي عليهم تطعمها لي يعني، وتخليها كده ايه ناعمه وجوسي، ورشه كده من الجوز الطيب بتودي الكفته في حته تانية. هبدأ بقى اجيب كده ظهر المعلقة وهصبع. تمام. انت بقى عندك حتة ليا تقدري تفرميها على اللحمة، عندك حتة دوش تقدري تفرميها، بتبقى حلوة جدا جدا مع اللحمة. في الطبيعي احنا بنجيب دوش وبنفرمه اصلا مع اللحمة، بس انا الصراحة ما كنتش لاقياه خالص، فاضطريت بقى اعمل كده وخلاص مش مشكلة. انت تقدري تضيفي يعني اي دهون عندك. تمام. ابدأي بقى صبعي. شايفين بسم الله ما شاء الله من كيلو الا ربع لحمه مفرومه عملنا كميه قد ايه؟ بجد والله العظيم ما شاء الله. تقدري بقى تعملي بفتيك كداب، كفته داوود باشا، كفته شوي. تقدري تعملي برجر، تاخدي جزء كده وتحطي عليه توابل برجر، وتقدري تعمليها برجر. تقدري كمان تعملي الاقراص ديت، تعمليها بالبيض والبقسماط وتقليها. تقدري تشوحيها في الطاسه بحته سمنه، على بصل، على فلفل، وتشوحي كله مع بعضه، وجنب شويه رز، جنب شويه مكرونه. بجد والله هتبقى حلوه قوي. زي ما انتم شايفين الكميه دي انا عملتها كفته شوي. وفي الاخر برضه هحط تاني، هيفيد معايا قطعه كده من اللحمه هحطها برضه. وانتوا زي ما شفتوا كده 4 اطباق ما شاء الله مليانين. هنا بقى هاخد جزء كده وفردت حته من الاسترتش، قلت اعمله ايه، رول كده. لحمه بتقطعيه برضو شرايح كده زي اللحمه البارده. حلو قوي. هتسويه في الفرن، هتسويه على البوتاجاز وبعد كده تشوحيه في حته سمنه. هيبقى جميل قوي قوي ان شاء الله. لو عرفت اصوره لكم وانا بعمله باذن الله هصور برضو معاكم. تحشي بقى ايه، جبنه موتزاريلا، ميكس جبن، تحشي فلفل الوان، تقدري تحشي كمان بسله وجزر متشوحين كده في النص. بس انا ما قدرتش احط يعني خضار علشان انا عندي محدش هيرضى ياكله، فقلت كده شويه الجبنه الموتزاريلا دول. دي طبعا الجبنه الموتزاريلا فاكرينها فريش اللي انا جبتها معاكم، ونوعها رديء جدا هي ولا بتسيح ولا اي حاجه، بس يعني هي شغاله، فطبعا انا مش هجيبها تاني. هحاول بقى اجيب نوع نضيف كده باذن الله. ابداي لفي كده واضغطي، لفي واضغطي، بس ما تخليش الاسترتش يبقى جواها يعني. وقفلي بقى من الجناب كده علشان لما نيجي نعملها لا اسمها ايه، الجبنه ما تسيحش مننا. وخلاص على كده. شايفين بسم الله ما شاء الله، عملنا كفتة شوي، وعملنا كمان اللي قرص الكفتة، وعملنا كمان الرول الجميل دوت. هيطلع لك برضو كمية حلوة قوي وانتي بتقطعيه. وعصجنا لحمة. يعني بسم الله ما شاء الله مش هيكلفوكي فلوس كتيرة بجد. انزلي وهاتي ان شاء الله تجيبي حاجة في حاجة، ان شاء الله هتلحقي. ولو جبتيهم مرة واحدة وهربطه برضو كده، وهطلعه على العمايل على طول. هنا بقى هبدأ اقسم بقى اللحمة المفرومة في اطباق. بجد والله العظيم طعمها حلو جدا. جربي وادعيلي، هتدعيلي، علشان الفول الصويا مش باين خالص. تقدري تزودي جزر، تقدري تزودي فلفل الوان. انا بس خليتها كده عشان ساعة ما اجي استعملها. ممكن لو هعمل جلاش بحطي جزر. لو هعمل لحمة مفرومة، صينية مكرونة، اقدر ازود الاضافات اللي انا عايزاها، بزود طماطم وكده يعني.
فانت براحتك زودي الكميه اللي انت عايزاها، جزر، فلفل. عملت هنا 5 اكياس، بسم الله ما شاء الله، الكيس حلو ومليان. جربي وان شاء الله الوصفات ان شاء الله هتعجبك. ده كمان بقى الفراخ، اللي ما شافش تفريز الفراخ يرجع للفيديو اللي قبل دوت ويشوفه، ان شاء الله هيعجبكم بجد والله. عملنا برضو حاجات حلوة قوي واقتصادية برضو، من كيلو بانيه، وكمان كيلو الا ربع صدور على 3 وراك كده، هتعملي الكمية القمر دي كلها. وكيلو ونص من اللحمة المفرومة، وهتملي تلاجتك خير. ويلا بقى، لو لسه ما عملتيش لايك اعملي بسرعة لايك، ودعوة حلوة منك، والسلام عليكم ورحمة الله.